السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة. معكم أخوكم عبد الوهاب الأصبحي. اليوم راح نتكلم عن شيء جديد ما تكلمنا عنه من قبل. تكلمنا من قبل عن تعديل الألوان، وتكلمنا من قبل عن المعدات اللي تحتاجها، لكن اليوم راح نتكلم عن شيء يختص في الكاميرا اللي انت راح تاخذها. شنو الكاميرا اللي انت تحتاجها؟ إذا كنت قاعد تصور دوكيومنتري أو نفترض أعراس أو قاعد تصور فيلم قصير، شنو الكاميرا اللي انت تحتاجها؟ ما راح اتكلم عن ماركة، راح اتكلم عن اساس الكاميرا اللي هو السنسر. اذا كان كبير مثل ال 5D فول فريم، او كان اصغر شوي مثل السكارلت، او كان نفس البلاك ماجيك 2.5K. حجم السنسر مالها صغير، وهني الحجم كبير، والسكارلت بينهم. خلكم وياي راح نتكلم عن الفرق بينهم. راح نبلش ويا ال 5D. ال 5D طبعا اكبر سنسر بين هذيل الكاميرات. ال 5D فول فريم ما في اي كروب على سنسرها، يغطي تقريبا 36 ملم في 36 ملم بهالطريقه في 24 ملم الارتفاع والعرض للسنسر. طبعا يعتمد الريزولوشن، يعتمد على نوع الكاميرا. ممكن تكون فول فريم 12 ميجا بكسل، ممكن تكون فول فريم 24 ميجا بكسل. يعتمد على نوع الكاميرا خلينا نقول فكرة الكاميرا والتكنولوجيا اللي قاعد توصل لها الشركات علشان تحط الريزولوشن هذا. بالنسبة حق السكارلت أصغر من السوبر 35 بشوي، شيء بسيط يعني. السوبر 35 كمساحة بالمليمتر مربع يغطي 464، والسكارلت تغطي 404 مليمتر مربع تقريبا. حجم سنسرها 27.7 في 14.6، اللي هو العرض 27 والارتفاع اللي هو 14. تعطيك كواليتي وايد ممتاز. تقدر تصعد بالكواليتي الى ان توصل الى 5K، تبدا من ال 1K اللي هو 720 او ال 1280 في 720 بكسل. بالنسبه حق البلاك ماجيك هو اصغر سنسر، اصغر حتى من المايكرو فور ثيرد، وهذه مشكله طبعا بالكروب راح اتكلم عنها. يغطي 15.8 ملم اللي هو العرض، في الارتفاع 8.88 ملم، وهذه المساحه طبعا تعتبر صغيره بالنسبه حق الكروب. الكروب على حجم السنسر. لو افترضنا ان السنسر الفول فريم هو 1:1، يعني اذا ركبت ال 50 هني راح تعطيك 50، فهذيل الكاميرتين لهم رقم تضربه بالفوكال لينث يعطيك الاداء. على سبيل المثال عندنا الكروب 1.3 في السكارلت، يعني لو ركبت عليها ال 50 راح تكون تقريبا 65 بالبعد هذا تقريبا. لو جينا نتكلم عن البلاك ماجيك 2.5K، الكروب مالها 2.5، يعني لو ركبت ال 50 وضربتها ب 2.5 راح يعطيك تقريبا 125. ال 50 تصير 125. هذه المشكله طبعا تكون موجوده بالكروب اذا كان الماونت مالها ماونت عدسه فول فريم، يعني في عدسات لو ركبتها على البلاك ماجيك راح تعطيك البعد بالضبط. هذه شغله تفصيليه زياده نقدر نتكلم عنها في وقت ثاني، لكن لو كنت انت تستخدم كانون هذا اللي راح تحصله من البلاك ماجيك 2.5K او من السكارلت. آخر شيء أبي أتكلم عنه في هذه الحلقة هو حجم السنسر بالنسبة للعزل. طبعا إذا صغر حجم السنسر يقل العزل مقارنة مع الفول فريم، أو مقارنة مع حجم السنسر الأكبر. يعني أنا لما أبي أصور إيفنت أو أبي أصور دوكيومنتري، يعني أبي منطقة فوكس واسعة وأبي إضاءة أكبر تدش، أحتاج أخذ سنسر صغير. لكن إذا الموضوع مثلا تحت ايدي واقدر اعدل الموديل او حق الفيلم الممثل، فاقدر اخذ فول فريم، فمنطقة الفوكس اتحكم فيها على راحتي، الاضاءة اقدر اوجهها على راحتي. فانت تحتاج في بعض الاوقات سنسر صغير، وفي بعض الاوقات تحتاج سنسر كبير. هذه الشغلة اللي تفرق اكثر شيء بين السنسر الصغير والسنسر الكبير. ما هي الريزولوشن؟ الريزولوشن هذا شيء ثاني جانبي بالنسبة حق الكاميرات. ممكن فول فريم يعطيك ريزولوشن اقل من سنسر اصغر من المايكرو فور ثيرد. سو سبسكرايب،
ارسل الحلقه حق شخص مهتم. نشوفكم على خير الحلقه الجايه. اذا كان عندك اي كومنت او اي سؤال تقدر تكتبه تحت. السلام عليكم.